هاي يا بنات، معكم مارو كالاستور. معكم هنا ببيع بوريك. طلبتوا مني كتير طريقة غسل الكروشيه. وانا هوريها لكم دلوقتي. بس المفروض ان انا اغسلها وهي واقفة، بس عشان عندي بس مشكلة في الدش، فانا غسلتها لكم وهي واقفة وهي نايمة كده في الحوض، بس عشان ما تبص منكم واحنا داخلين على الصيف. انا خدت دلوقتي بليت الباروكة جامد، خدت حبة شامبو مع حبة بلسم الاتنين مع بعض وغسلتها جامد. نزلت التراب اللي فيها، شفتوا حبة الكمية قليلة مش كتيرة عشان الشامبو بينشف الشعراية. نزلت منها التراب كله اهي. المفروض يا جماعة بنغسل الباروكة مرة او مرتين في الاسبوع، يا اما لو نازلة بيها بحر او بول او راجعة من فرح المفروض انك تغسليها على طول. ما تستنيش اللي هي مرة او مرتين في الاسبوع على حسب استعمالك، عشان ما تبص منك وتيجي بعد شهر تقولي لي يا مارو الباروكة باظت مني. دلوقتي انا هغرقها حمام كريم، خدت حبة وبعد كده هاخد حبة كمان. هغرقها كلها حمام كريم، يعني كده احنا استخدمنا شامبو وبلسم وحمام كريم. اهم مرحلة فيها هي حمام الكريم عشان بيخلي الشعر انسيابي وبتعرفي تسلكيه بسرعة. لكن الشامبو بينشف الشعر، مش معنى كده مش هنحط شامبو، لا هنحط شامبو بس معاه مرطب تاني. لازم شامبو وبلسم مع بعض. دلوقتي بنعلقها على اي حاجة عندك في التواليت وتسرحيها من تحت لفوق. بناخد حبة حبة ونسلكها من تحت لفوق. ليه بنقول بنغسلها على طول؟ علشان خاطر ما تلحقش تتكعمش في بعضها. لكن لما تسيبيها بعد شهر وتيجي تغسليها هتتعبي جدا في التسليك، وهتطلعي نص شعرها في الفرشة. انا مسرعة الفيديو شوية، بس هي ممكن تاخد وقت معاكي عشان بتسيبيها فترة طويلة من غير ما تغسليها. لكن لو انت معتنية بيها كل يوم وكل اسبوع هتلاقيها سهلة معاكي. بصوا سهلة معايا خالص ازاي. الشعرية منها لوحدها بتلف لوحدها اهو. الفرشة يا جماعة لازم تكون فرشة الشبه دي، يا اما الفرشة تبقى منها فيها السنون بتاعتها، تبقى منها فيها، ما تبقاش متركبة عليها عشان ما تقطعش الشعرية وانتي نازلة. ويا جماعة انا اسفة جدا لكل الناس اللي بيبيعوا بواريك، بس في واحدة تقولك ايه دي باروكة دي فرشة البواريك. فرشة البواريك اللي عاملة زي الموجة كده دي وحشة جدا جدا جدا، بتبوظ الشعر. عشان كل اللي بيجيلي بيقول لي يا مارو الفرشة دي حلوة ولا لا، انا استعملتها وبوظت الباروكة. الفرشة دي سيئة جدا جدا جدا، اللي هي عاملة زي الموجة كده. هحاول اوريها لكم في مرة. الفرشة دي عندنا بتتباع ب35 جنيه اللي انا بصرح بيها دي. بصوا ما خدتش وقت معايا في التسليك عشان هي ما خدتش وقت عقبال ما غسلتها. اهتميت بيها من سوري يعني من عند القفا، دي اكتر حتة بتلبك مننا. سلكتها كلها اهي كلها. بعد كده هبتدي افككها واحدة واحدة. دي بقى مرحلة اختياري، لو انت عايزة تفكيها بعد ما تخلصي تنشيف براحتك، عايزة تفكيها وانت بتعملي هنا براحتك برضو. عامة اللي عايزها يكلمني على 012-72-55-4401. ده رقم تليفوني يا جماعة الوحيد اللي بقوله على اي سوشيال ميديا. في اي فيديو عندي مش بقول غير الرقم ده، هقوله لكم بالراحة. 012-72-55-4401. العناوين فين؟ عندنا فرعين، واحد في مصر الجديدة وواحد عند مترو غمرة. مترو غمرة ده فين؟ يعني بعد محطة رمسيس بمحطة، لو انت جاية يعني محافظات او حاجة بتنزلي عند مترو غمرة وتسألي فين. 623 شارع بورسعيد، صيدلية العزب اللي في شارع بورسعيد مش اللي في رمسيس. وانا جنب الصيدلية على طول، واخدة دور ارضي كله، ده اللي في شقة دور ارضي كلها جنب صيدلية العزبي. مصر الجديدة 16 شارع الحجاز. تعالي عند قدام 12 ابو الفتوح عند مجمع المحاكي، ده محل عشان بس ما تتلخبطوش. هو انا ابتدي بعملها واحدة واحدة. بنشحن كل مكان. لو عايز تيجي تقيسي المحل تعالي زي ما انت عايزة، بس رجاء محبة تبقي انت محددة هدفك هتقيسي ايه. يعني حتى لو قولي لي مثلا انا عايزة اللون ده،
تقيسيه في ال3 موديلات 4 موديلات ما عنديش مشكله، لكن ما تقعديش 4-5 ساعات وبيبقى في ناس وراكي، ما تحسسيش البنات ان هم يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي، بس يعني يا ريت ما نطولش خالص في القياس. تبقي انت جايه محدده هدفك بس مش اكتر. انا كل حاجه بقولها لكم بالتفصيل في كل فيديو. عايزين نشير الفيديو ده يا بنات. اهي بصوا اعملها لكم واحده واحده. لو انت عايزه تخليها بالراحه، عايزه تفتحيها كلها وهي في حمام الكريم، تقولي بالمره تعب واحد. هي لو متسلكه على طول، لو نضيفه على طول مش تاخدي الوقت ده كله. هي فعلا حرفيا مش واخده منك تلت ساعه، بس انا مجريه لكم الفيديو يعني 10 دقايق. المفروض ان انا وانا بغسلها مش بغسلها في الحوض كده، بغسلها وهي واقفه تحت الحنفيه بتاعه الدش يعني، بس اللي تحت مش الدش نفسه. بس انا قلت اعملها لكم كده بالمره عشان بس عندي مشكله جوه. انا مارو يا بنات، انا مارو يا بنات. واحده واحده. في كل الموديلات دي دلوقتي ب750 جنيه. اي باروكه فرق ثابت عندي، القصيره ب700 والطويله ب750. محدش يقول لي فرق الاسعار بيجي ازاي من هنا لهنا. تعالي شوفي الماتيريال بنفسك واحكمي. الحاجه بتتقلد بالظبط بالملي، وبيبيعوها اقل 50-100 جنيه علشان خاطر تقولك دي قريبه من دي، لكن دي بتبقى معروفه ودي معروفه تانية خالص. انا شايفه بفك لكم الحاجه بالراحه اهي. اللي بيعمل كروشيه فاهم يعني ايه كروشيه، فاهم يعني ايه بيروح يدفع 4-5000 جنيه ويعتني بيها وهي على راسه، وبيعمل كل اللي انا بعمله ده وهو على راسه وهو على شعره. ده غير بقى الكريمات اللي بتاخديها، غير البديل للزيت، غير اللي بيتعمل الكريمات بتاعت الكيرلي نفسها دي بمبلغ وقدره. مش عايز يقول كام عشان بس مش بيحب يقطع رزاق حد، بس كل حاجه وليها حاجتها. انا بحب الكروشيه جدا في الشعر بس ما بستحملهوش، فما بفكرش اعمله على شعري خالص. دي بقى انت لو عايزه تخيطيها في شعرك بنعمل كده، وتشيليها وتخيطيها تاني وتشيليها وتخيطيها تاني، تفضل معاكي على طول. فباروكة بالجمال ده وبالخفية دي، وتنزلي بيها البحر وتنزلي بيها البول وتقعدي بيها وتفضل معاكي فترة طويلة وب750 جنيه، انا بعمل لكم عظمة. ودي مش الافريقي يا بنات، دي مش الافريقي. الافريقي حاجة ودي حاجة تانية خالص. بصي دي كروشيه، عشان بس الناس دلوقتي ابتدت تبيع الكروشيه زي الافريقي فبتقولك دي هي دي. اهي ما تنسوش تدوسوا على لايك على القلب يعني، ولو في علامة الزائد قدامك دوسي على علامة الزائد. يلا باي باي. انا كده بشطفها خالص من حمام الكريم اهو، بصوا، وبسيبها تنشف عادي خالص مطرح ما انا كنت معلقاها.